ربيع، مالك؟ وشك اصفر كده ليه لما شفتني؟ غريبة. امال فين الحوش اللي بيمشوا حواليك دول؟ معقولة برضو امشي في وسط ناسي بحرس؟ خير يا بدر بيه؟ كل شر. لما اسمع ان بنت يحيى اتخطفت ويوصلني كمان انها موجودة في شبرا يبقى كل شر. وانت رأيك ايه بقى؟ رأيي انا هعمل 1,000,000 جنيه مكافأة للي يلاقيها. لو انت صاحب واجب. صدق وتأمن بالله، انت لو مش في حتتي لفتحت قرنك بأي حجر في الشارع. ابلع ريال وبلاش الشويتين دول يا ربيع، واسمع الكلمتين أبرك من 100. وانت عارفني كويس، ربنا هاديني عليكم اليومين دول وبتصرف في العقل. احمد انت ربنا، ده لولا ربنا فتح لابوك طاقة القدر كان زمانك حتة صابع عند صفوان. بالظبط، ربنا. بس الخير موصول وكلنا دايرة واحدة موصولين ببعض. يعني مريم واسماعيل وفيروز وعمر اخويا وانا وانت وشيرين وياسين. انت بتقول ايه؟ فكر كويس يا ربيع، هتلاقينا في دايرة واحدة. يعني هيفضل وشنا في وش بعض طول العمر. قضية اسماعيل، حق مريم، رجوع فيروز، قضايا ياسين ومشاريع شيرين. بقول لك يا بدر، ما تخرجنا من فلسفتك دي. ما تديش لنفسك أكبر من حجمك. بلغ اللي أنا قلته دلوقتي وبالحرف ليحيى.